رسالة للسيد عبد الفتاح السيسي. البلد دي مش هينصلح حالها طول ما انت رئيسها، وقلت لك لازم إدارة جديدة بفكر جديد تدير البلد ديت. بس انتوا فكركم زي ما السيد كامل الوزير كده قال، احنا خايبين في الإدارة. هو قال كده احنا خايبين في الإدارة، وانا بقول لك احنا خايبين في الإدارة، بس مش هنمشي، هنفضل فيها لغاية ما نموت. هو ده فكر النظام كله. انتوا عارفين انكم فاشلين، بس هتفضل عايزين تفضلوا على كراسيكم، وطريقة عندكم دي هتوصلنا لحاجتين مالهمش تالت، يا اما الانقلاب يا اما الاغتيال، وانا ارجح التانية. سيسي بيقول لك اللي عنده حل يجي ويقدمه. يا أهلا بيكم في حلقة جديدة من كشف المستور في بلد طبيب الفلاسفة اللي ربنا بيكلمه واداله البركة، وفضلنا ماشيين بالبركة لحد ما لبسنا في الحيط. طالع لينا السيسي بيقول لك اللي عنده حل يجي فين يا راجل؟ ده انت اللي بيفتح بقه بكلمة حق بتخليه يشوف النجوم في عز الظهر. وعلشان ما نروحش بعيد، فاكرين الدكتور الجامعي اللي وقف في المؤتمر من كام سنة وقدام الناس كلها وبكل أدب طلب إلغاء زيادة أسعار الكهرباء والوقود علشان الشعب مش هيقدر يتحمل الفاتورة دي؟ الرد كان إيه؟ مسك الحديدة أو بكل عنجهية بقول له أنت مين؟ أنت دارس الكلام ده؟ أنتوا دارسين اللي أنتوا بتقولوه ده؟ وطلع هو اللي مش دارس في الآخر ولا فاهم حاجة، وغرق البلد في الديون ولبسنا كلنا في الحيطة. انت مش عايز تفتح مجال ومناقش؟ ده كل اللي قدم ليك حلول واقتراحات من زمان، وقبل ما الأزمة دي تكبر وتوصل للي احنا فيه دلوقتي سجنتهم ووديتهم ورا الشمس. ده غير اللي اختفوا ومحدش عارف مكانهم، وغير اللي انت قعدتهم في بيوتهم إقامة جبرية وممنوعين من الظهور في الإعلام أو حتى السفر. احنا هنضحك على بعض؟ انت عايز بس تظهر المعارضين لقراراتك علشان تقبض عليهم وتعتقلهم وتبقى مطمن ان مفيش اي حد هيقول رأي عكس رأيك. بس احب اطمنك، مهما تعمل ومهما تعتقل ومهما تسجن هيطلع غيرهم وغيرهم، والشوارع مليانة ملايين من المصريين مش طايقينك ولا طايقين العصابة بتاعتك. وعلشان تعرفوا السلخانات اللي المصريين عايشين فيها جوه السجون والمعتقلات ومحدش حاسس بيهم، شوفوا المهزلة اللي حصلت في قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية يوم 10 مارس 2026. تم إعادة احتجاز ناس رغم إن ليهم قرارات براءة وإخلاء سبيل، بس لازم يدوقوا التشريفة. يعني إيه تشريفة؟ يعني ضرب بالعصا والمواسير البلاستيك وهم مكبلين بالقيود مع سب وقصف بأبشع الألفاظ المهينة. الضحايا في الواقعة دي أحمد عبد الغني، كسر في إيده اليمين وجرح قطعي في الرأس وكدمات في كل جسمه. ده نجل الدكتور محمد عبد الغني وشقيق المهندس أيمن عبد الغني رحمة الله عليه، وعمه الدكتور عمر عبد الغني اللي مات في نفس الاسم ده من سنين. والضحية التانية محمد عطية عبد الحميد فقد الوعي من كتر الضرب والتعذيب. مين اللي عمل كده؟ الرائد محمد مكي، والملازم أول عبد الرحمن، والرائد عماد، والشاويش إسماعيل، والمخبر كمال. وكل ده بمباركة مأمور الاسم العقيد أسامة حليمة اللي حضر الواقعة وأمر يفضلوا مربوطين على الأرض وهم صايمين. ولما دخلوا في إضراب عن الطعام يوم 13 مارس اتعرضوا لاعتداء جديد علشان يكسروا إضرابهم بمشاركة نائب المأمور إبراهيم عطية. وكل ده السيسي بيقول لك تعال عندنا وقول رأيك. هو ده اللي بيقول رأيه وبيعترض. وعلشان ما نروحش بعيد هناخدكم لفقرة كمان، سمية ماهر العروسة اللي سرقوا عمرها. وتعالوا بقى أحكي لكم قصة توجع القلب، قصة عروسة في معتقلات السيسي من 17 أكتوبر 2017. وسمية ورا القضبان اتقبض عليها من بيتها قبل فرحها بأسابيع قليلة علشان تبدأ عذاب بقاله 8 سنين. سمية هي ابنة المعتقل ماهر حزيمة عضو مجلس الشورى، واللي بيأدي حكم 10 سنين في قضية ملفقة كالعادة. البنت دي استنت خطيبها 3 سنين وهو كمان كان معتقل لحد ما خرجوه وعملوا كتب الكتاب، وقبل ما تفرح وتدخل بيتها اعتقلوها واختفت قسريا 72
يوم و8 سنين حبس انفرادي، حرمان من الزيارات، إهمال طبي، وحياة وقفت تماما قبل ما تبدأ. أنا عايز أقول لك في النهاية إنك مش هتقدر تعيش نفس الكسرة والذل والعذاب اللي الناس دي عاشته هم وأهلهم. وحسبي الله ونعم الوكيل في السيسي وفي كل من أيده وانتخبه وكل اللي بيطبل ليه. الله ينتقم منا أشد الانتقام. بنحذركم الانتهاكات دي مش هتمر بسلام، وكل اللي ارتكب جريمة أو اتستر عليها هيتحاسب مهما طال الزمن أو اتغيرت الكراسي.